استاذ محمد شبانه في برنامجه ايضا اتكلم على موضوع هادي خشبه واحمد حسن والتجديد له ودورك انت. نشوف قال ايه. في اليوم السابع الكابتن هادي خشبه المدير التنفيذي للجنه الكره بالنادي الاهلي بيقول ان اللجنه لم تناقش مساله التجديد لاحمد حسن لاعب الفريق خلال اجتماعاتها الاخيره. واشار هادي خشبه ان ما تردد بشان دخول اداره النادي في مفاوضات مع لاعب احمد حسن ورفض الاخير التجديد لحين استعاده لياقته ومستواه السابق غير صحيح على الاطلاق. يعني كابتن هادي بيقول لجنه الكره ما لم تدخل في اي تفاوض باي شكل كان مع احمد حسن. اللي اتقال في الفتره الاخيره ان هو نفسه رفض التفاوض لما عرض عليه لغايه ما استعيد مستواه الفني والبدني. بيقول ده ما حصلش على الاطلاق ولم يناقش هذا الموضوع. اليوم السابع بيقول ايه؟ كان المهندس عادل القيعي مدير اداره التعاقدات بالاهلي قد قال في برنامج ملك وكتاب على قناه الاهلي ان اداره النادي فاتحت احمد حسن في التجديد لكنه رفض لرغبته في ان يجدد عقده عندما يكون في قمه مستواه، وهو ما نفاه هادي خشبه ونفاه احمد حسن نفسه. طب يعني ملك وكتابه ده زي ما قلت لحضراتكم قبل كده الكابتن عادل القيعي وزميلنا العزيز ابراهيم المنيسي بيجيب الحاجات اللي بتتقال عن النادي الاهلي وتطلع غير صحيحه. طب ما هو الفير ان هم يعملوا بقى فقره في برنامجهم عن نفسهم. والله موافقين يا شبانه نعمل برنامج او فقره عن اللي احنا قلناه، عشان كده واضح ان اللي احنا بنقوله في ناس بتسمعه غلط. المهندس عادل القيعي لما سئل او انا سالته على التجديد لاحمد حسن لا قال ان لجنه الكره طلبت التجديد ولا قال ان هو تحدث مع احمد حسن واحمد حسن رفض التجديد. يمكن الذاكره بتاعتي ضعفت، ارجع اسمع المهندس عادل القيعي لما انا سالته في هذا المكان قال ايه. ولما سئل طب امتى تجدد قال انا مش عايز اجدد الا وانا واقف على رجلي، مش عايز حد يجاملني، عايز اما اتكلم انا محتاج لاحمد حسن واحمد حسن عايز يجدد. يبقى العلاقه فيها تكافؤ، وهذا كلام محترم من لعيب كبير يعرف قدر نفسه. تمام. وما زال موقفه واعلمه لان انا يعني تربطني علاقه خاصه جدا بالكابتن احمد حسن، ويعني في شفافيه في الكلام بيننا باستمرار. فلا جديد في هذا الامر. إذا ذاكرتي أنا شخصيا ما ضعفتش. يعني في إيه أكتر من هذا الأمر؟ لا جديد في هذا الأمر. وأحمد حسن لاعب محترم وقال أنا عايز لما أجدد أكون واقف على رجليا ويكون النادي محتاجني وأنا محتاج أجدد. مش الكلام ده ما قالوش عندنا كمان ده يعني. طب أحمد حسن قال نفس كلام المهندس عادل القيعي مع كابتن مدحت شلبي في قناة مودرن نفسها يا أستاذ محمد، ممكن تسمعه. طيب انت قلت ان من 3 شهور كان من حقك ان انت توقع، هل ما لسه النادي الاهلي ما حصلش حوار؟ والله يا كابتن بص، هو كل حاجه بتيجي في وقتها وكل حاجه بتيجي في ميعادها، وانا يمكن كنت مأجل الكلام في الموضوع ده خالص، لان انا قلت ويمكن انا قبل كده كنت مع حضرتك في برنامج فتره اللي هي الاصابه، وقلت ان انا محتاج عشان يحصل تجديد مع النادي الاهلي انا مش عايز اتجامل، انا عايز اكون واقف على رجليا وحاسس فعلا ان انا هفيد النادي الاهلي. تمام. انما ده المهم بالنسبه لي، المساله مش مساله ان انا ابقى موجود وان انا اجدد لا، انا مش عايز اتجامل ومش عايز حد يجاملني، انا عايز فعلا ان يبقى في قناعه والناس فعلا بتجدد معايا ان فعلا احمد حسن احنا عايزينه عشان هيفيد النادي الاهلي او مهم بالنسبه لنا. ده المهم كان بالنسبه لي، فكل حاجه بتيجي بوقتها وكل حاجه بتيجي باوانها. اذا المهندس يا باشمهندس كابتن احمد حسن تقريبا قال نفس الالفاظ اللي انت قلتها. ما اصل ده الموضوع ما يتالفش فيه. يعني ايه والتاليفه ايه يعني ان انا قلت له تجدد يعني انا قلت لم يحدث جديد في هذا الامر، وان الراجل عايز يقف على رجليه الاول، والموضوع مش محتاج قرارات. حتى احمد حسن استخدم نفس اللفظ. يعني احنا بندردش كتير مع بعض، يعني احنا بنتكلم، والكابتن احمد قالها اكتر من مره. يا جماعه انا عايز اقف على رجلي عشان اقعد اتكلم وانا بدون مجامله، الناس بتجدد معايا. وبعدين لو انا طلعت قلت بقى ان انا عرضت عليه وهو رفض ومش عارف، او ده الكلام ده يبقى فيه نوع من التقوي. لكن الحمد لله ان يمكن بنفس الالفاظ اتكلم فيها كابتن احمد حسن.